تفتكر اليهود اللي عايشين دلوقتي في إسرائيل هم فعلا بني إسرائيل اللي اتذكروا في القرآن؟ وهل فعلا في علاقة بين الدولة الصهيونية وعلو بني إسرائيل اللي اتقال في سورة الإسراء؟ تعالوا نعرف الموضوع مع بعض ونشوف الباحث محمود عبده قال إيه. الباحث محمود عبده بيقول إن في ربط دايم في أذهان الناس بين الآيات اللي في سورة الإسراء وبين نهاية الصراع مع اليهود في آخر الزمان، زي مثلا في الآية القرآنية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، صدق الله العظيم. ناس كتير من المفسرين بيشوفوا إن العلو التاني هو اللي حاصل دلوقتي بسبب تأسيس دولة إسرائيل وتحكمهم في الإعلام والاقتصاد والسياسة في العالم. اللي بيربط ده كمان بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان والمعركة اللي هتحصل بين المسلمين واليهود، واللي اتقال فيها إن الحجر والشجر هيقولوا يا مسلم ورايا يهودي. لكن في ناس شايفة حاجة تانية، وهي إن العلو اللي احنا فيه دلوقتي هو العلو الأول، وإن الدولة الإسلامية هترجع وتهزم إسرائيل وتسترد المسجد الأقصى، بس اليهود هيرجعوا أقوى ويسيطروا تاني، وده يكون العلو التاني. وبعد كده هيجي وعد الآخرة زي ما اتذكر في الآية بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، صدق الله العظيم. الباحث محمود عبده بيقول حاجة مهمة جدا، وهي إن كل النظريتين دولت مبنيين على فرضية واحدة، لو طلعت غلط يبقى النظريتين غلط، وهي إن اليهود دلوقتي هم بني إسرائيل. بس الحقيقة وبحسب علم الأنثروبولوجيا والقرآن كمان بيقول إن ده مش حقيقي. صعب جدا تتخيل إن ملايين اليهود اللي في العالم دلوقتي من أعراق مختلفة، يعني كلهم من نسل سيدنا يعقوب عليه السلام. يعني عندك ناس شقرة بعيون زرقاء، وناس سود أفارقة، وناس صفرة بعيون ضيقة، وناس مش سالكة، وناس بملامح عربية وهندية، وفي ناس ولا بتعمل لايك ولا بتشترك في القناة، واخد بالك انت؟ فكل ده بيدل انهم مش من نسل واحد، وكل ده ضد فكرة النقاء العرقي. الباحث بيقول السبب في حاجتين. أول حاجة هي التحول الديني، ناس كتير من ديانات تانية اتهودوا مع الزمن، يعني اعتنقوا الديانة اليهودية، زي تهود العرب في اليمن ومملكة الخزر والفلاشة من الحبشة. والحاجة التانية هي التزاوج، اليهود اتجوزوا من ناس مش يهود، وده زود التعدد العرقي. والدليل على كده القانون الإسرائيلي اللي بيدي الجنسية لأي حد أمه يهودية حتى لو أبوه مش يهودي. ممكن حد يسأل دلوقتي ويقول طيب بني إسرائيل راحوا فين؟ وهنا الباحث بيقول إن بني إسرائيل الأصليين فعلا انقرضوا مع الوقت، خصوصا بعد ما المملكة بتاعتهم اتقسمت وانتهت بسبب الأشوريين والبابليين، وبعدها اختلطوا في الأمم، وظهرت الجماعات اليهودية الجديدة اللي ملهاش علاقة مباشرة بسيدنا يعقوب عليه السلام. القرآن كمان بيفرق بين بني إسرائيل واليهود، خصوصا لما اتكلم عن المعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عنهم اليهود وما خاطبهمش على انهم بني اسرائيل، لان اليهود حاجة وبني اسرائيل حاجة تانية خالص. السامريين اللي في جبل نابلس دلوقتي هم اللي ممكن يكونوا اخر البقايا من بني اسرائيل الاصليين، وعددهم كام الف بس، وبيعتبروا نفسهم مش تبع دولة اسرائيل اساسا، وخد عندك بقى انهم ضدهم كمان. الكاتب أرثر كاليستر كتب كتاب اسمه القبيلة الثالثة عشر، بيقول فيه إن يهود إسرائيل مش من نسل بني إسرائيل، لكن من قبيلة خزرية تركية اتهودت أو دخلت الديانة في القرن الثامن الميلادي. مارجريت كاندل، ودي عالمة جينات أمريكية، عملت دراسة كبيرة على جينات اليهود وطلعت بنتائج رهيبة، وهي إن يهود روسيا شبه الروس، ويهود إنجلترا شبه الإنجليز، ويهود أمريكا وأفريقيا نفس الكلام. يعني مفيش حاجة اسمها نقاء عرقي يهودي، واليهود اللي موجودين دلوقتي مش من نسل سيدنا يعقوب عليه السلام. وفي النهاية
الباحث بيأكد إن آيات سورة الإسراء كانت بتحكي عن حاجة حصلت فعلا بس في الماضي، مش نبوءة عن اللي بيحصل دلوقتي، وإن اللي بيقول إن إسرائيل دلوقتي هي علو بني إسرائيل بيقعوا في مشكلة كبيرة، لأن اليهود اللي موجودين دلوقتي مش من بني إسرائيل أساسا. ودلوقتي أنا عندي ليك سؤال، هل كنت مصدق قبل كده إن يهود إسرائيل هم فعلا من بني إسرائيل؟ قول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.